فوز غالي النهارده، 3 نقاط غاليين، هاتريك لجده. الحمد لله النتيجة طيبة الحمد لله. أدينا بشكل كويس، أدينا أداء طيب، أدينا أداء كويس. اللعيبة نفذت أسلوب اللعب والطريقة والخطة اللي أنا لعبتها، اللي كنت طالبهم منهم في ماتش الإسماعيلي. والحمد لله إن الشكل اللي ظهر عليه اللعيبة ظهر بنفس الشكل. الحمد لله إن جده ظهر بشكل اللي أنا بقدمه لمنتخب مصر النهارده. مش حاجة، ده جده ده بتاع 2010 اللي بيجري 90 دقيقة. وعايز أقول لك على حاجة، وجميع المباريات اللي لعب فيها جده كان بنفس المستوى. مفيش مباراة قل عن المستوى ده. ولازم يبقى ليه نظره، وانا بقولها لازم يبقى ليه نظره. جده عنده الخبره وعنده المكانه وعنده الشكل اللي يقدر يخدم بيه منتخب مصر. يعني الكلام اللي كان بيتقال على جده ان راحت عليه خلاص، هو كبر وراحت عليه خلاص. او النهارده اللي شاف جده النهارده وشافه قبل كده، شافه في ماتش الاهلي وشافه في الماتشات اللي فاتت وشافه في كل الماتشات اللي لعبها. انا قلت لك جده على مدار، يعني جده ان احنا ده الماتش رقم كام؟ رقم 18. جده انضم معانا اول مباراه ما كانش موجود. جده لعب 17 مباراه، من 17 مباراه اعلى معدل لعب هو وفتح الله في الفريق وامير. يعني ايه المطلوب؟ مطلوب بيأدي 90 دقيقه 90 دقيقه. يعني انا مش هتكلم على جده، انا بتكلم على الفرقه كلها. الفرقه كلها ادت بشكل كويس، عملت بشكل كويس وعملت بشكل كويس. وعايز اقول للناس والله اللي انا بقوله ده حقيقه باقل الامكانيات اللي موجوده. بل عايز اقول ان الامكانيات بتاعت نادي الانتاج تتفوق بعض الشيء على امكانيات نادي اسوان. لكن الناس شايفه ان لما يبقى مدرب منتخب مصر واللعيبه بتوع منتخب مصر واللعيبه الدوليين واللعيبه الكلام ده يكونوا موجودين في فرقه، ما ينفعش نشتكي. وفعلا ما ينفعش نشتكي ازاي؟ ما ينفعش نقول اي حاجه. لكن صدقني والله والله يعني الناس بتعاني من حاجات كتيره جدا 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 جدا. امور كتيره. ولازم اللي طالبه من سياده الوزير ومن اللي هو سعيد ومن اللي هو ماهر رئيس النادي ومجلس الاداره، يعني معلش انا طالب منهم وقوف شويه مع الفريق. الفريق ده فريق واعد وفريق صاعد وفريق قدر يوصل ل 25 بونت وصعد من الدرجه الثانيه. مش فريق كده. اتمنى والله شويه مسانده كمان، الفريق هيعلى اكتر من كده بكتير. كان في تصريح ليك انت قلت هتلعب على الثغرات نادي الاسماعيلي، والنهارده كان بيعتمد على الاطراف، هل دي كانت ثغرات نادي الاسماعيلي النهارده؟ لا بص، انا اتفرجت على المباراه بتاعت اسوان ودرستها وفرجتها على اللعيبه وعملت التدريبات على نفس الشكل اللي موجود. وكان هي الثغرات اللي موجوده في المناطق اللي بين الباك والسيرد باك والمناطق اللي بين الباك ودي اللي تم استغلالها في كور كتيره، حتى في الرقابه، حتى في كل شيء. فالحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله. بص، وممكن تصيبه كده، كنت ممكن الكره تترد عليك وتدخل فيك جون وتخسر الماتش وكان كل شيء يتغير. لكن المهم الاداء انا شايف والدفع بلعيبه. يعني انت لما تشوف النهارده ليلى ده تحت 20 سنه، يعني دفع عنصر جديد. احمد مجدي، زيكا، شريف اشرف، يعني بص ال سوسته. مش عايز اقول خبره بتاعت فتح الله ولا سيد فريد ولا لؤي ولا امير ولا مش عايز ولا علي فتحي النهارده. انا شايف النهارده الاداء واحمد مجدي الاداء بتاع اللعيبه كلها، صلاح امين الاداء واركو الاداء الناس كلها بتتعاون. وعشان الناس كلها بتتعاون بشكل كويس وبتتعاون بشكل ايجابي. وقلت احنا كمدربين بنقدر نوصل الكره لغايه اخر 30 متر او اخر 35 متر او اخر 40 متر. وبعد كده المهاره بتاعت اللعيبه والتعاون مع بعض هو اللي هو الايجابيه الوحيده اللي بتبقى في الماتش. وكانت الاجابات موجوده النهارده. انا عايز اقول الاجابات النهارده كانت موجوده والتعاون بنسبه تفوق ال 80% النهارده. الاداء دوت لو استمر لباقي الموسم هنلاقيك في المربع الذهبي. لو استمريت على كده وطلعت في المربع الذهبي في نهايه الموسم، برضه مصر على الاستقاله ولا ممكن تجدد؟ بص انا اخر سنه بعلنها واخر سنه ليا مع الانتاج الحربي. انا بادي بكل ما املك. بس انا عليا ضغوط كتيره في حاجات كتيره. مش عليا ضغوط نروح انديه، انا مش عايز والله ما عايز اشتغل. انا بتكلم بصراحه. بس انا يعني في وقت بتحتاج فيه انك تفصل شويه عن الكوره وعن حاجه وتعيش مع بيتك ومع اسرتك ومع اهلك. وده اللي انا قلته ان انا استحاله ان انا يعني هكون موجود في استحاله. انا بقول على الهوا اهو، استحاله اكون موجود في سنه ثانيه مع نادي الانتاج. انا بقضي المهمه اللي اتطلبت مني في الاول، ان الفريق يقعد في الدوري. وانا اول ما المهمه دي تحقق بنسبه 100% انا بعتبر كده عادي. شكرا، متشكرين.